السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم خياتي، كي صبحتوا؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله صحتكم تكون بخير، وليداتكم كامل يكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا نصلوا ونسلموا كامل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيب الله. دائما في البداية تاع الفيديو نحب نرحب بمشتركاتي جدد والقدم وجند الخفاء، نقول لكم راكم مشرفيني ومنوريني، أغلى وأحلى مشتركات عزاز على قلبي، واللي دخلوا عندي جدد نقول لهم الدار داركم وأنا ضيفة عندكم. ويلا حبوبات قلبي بداو لي الفيديو بجام، لانه راني رايح ندير لكم اليوم فيديو بزاف شباب وجوله كيما يبغي الخاطر في الدار، وكيفاش نقيتها ووجدتها لشهر رمضان المبارك يا رب العالمين. شوفوا لهنا بدينا في الاول. شوفوا لهنا هذو اخر تنظيفات اللي قمت بهم، انه غسلت الكولوار تاع الدار. انا الكولوار تاعي موش كبير بزاف خياتي. تعاونت انا والبنت تاعي، دارت له مسحه خفيفه ظريفه هكذا. هو البنات ماهوش موسخ بزاف. انا دائما عندي مره في ال 15 يوم نفوت عليه اعزكم الله بالنشافه هكذا. مي كي الحق هكذا شهر رمضان ولا تكون عندي مناسبه ولا نرغويه هكذا بالطبع، الله الله غير شويه تاع الايزيس خياتي نعاود له بشيفونه يرجع يشعل. هذه هي. واللي مازال ما كملتش الميناج تاعها نقول لها ربي يقويك حبيبتي، راه مازال الحال نوضو نقوموا بدويرتنا. اللي هنا شوفوا خليتها هي كملت هذاك الكولوار ونقاته كامل، وانا قلت هكذا ندخل نغسل هذا اللي طابي وكامل هكذا باش نرفدهم. شوفوا خياتي نبغي، شوفوا كي يدخل عليا شهر رمضان ما تكون عندي حتى حاجه مسخه. كيما شفتوا راني بدلت الطابيات تاع الصالون، بدلت الطابيات تاع بناتي غسلتهم، غسلتو على الوليدات، نقيت كامل كل شيء رجعته يشعل. على بها نبغي نرد كل حاجه على نظافه ونطبق هذو الطابيات توعي يعني ونرفدهم، نديرهم في البلاكار ونرفدهم. كان الزوج جاب لي شويه تاع القارص، مي البنات عيان ما عندي ما نحكي لكم. شوفوا الحبه تاعو صغيره 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 بزاف بزاف، ما قدرتش نعصرو، ما فيش كامل هذاك الماء. إبا ما كملتوش، عصرت غير كميه قليله، والاخر عاود كيما حنا نقولوا عاود داه، عاود رجعوا لمولاه. ما كاش فيه، ما شغل ما فيش هذاك الماء اللي نقولوا تستفادي منه. مام حتى كنت تجي تحكي به قرنون ولا ما كاش فيه هذيك العصاره تاع الماء، عيان حتى ما كاش، وكان شراه بسومه غاليه. هذه هي خياتي. لهنا حبيت نتكلم مع واحد الاخت اللي قالت لي يا ام اماني شهر رمضان المفروض نهملوا قليلا الجانب العملي بالمنزل وتفرغوا للعباده والتجهيز لرمضان روحانيا، نجهزوا انفسنا بالتلاوه على القران اكثر من باقي الاشهر، نعلموا انفسنا على التسامح الناس وليس الديكورات والاثاث والفيديوهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن نقضي السنه كلها في التنظيف. على بالي بلي شوفي حبيبتي واش راكي تقولي كامل صح. وشكون اللي قال لك انا مانيش مواظبه على الجانب تاعي الديني، ولا اخواتاتي اللي راهم يشوفوا فيا مش مواظبين على الجانب تاعهم الديني؟ اكيد رانا مواظبين عليه، والحمد لله العلي العظيم اني المصحف تاعي راني قريب نختمه في هذا شعبان، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رغم اني عندي مشاغل بزاف، نحفظ وليداتي فروض اختبارات، قايمه على داري منقيه داري. وشكون اللي قال لك شهر رمضان ما نجهزولوش بحاجه ملموسه من تزيين وتعطير للبيت، ولا مثلا شراء، ولا نشري حاجه زينه، ولا نشري. انا مع العلم انه ما شريتش معن بزاف تاع رمضان كيما لي سيرفيس، كيما هذوك الكيسان اللي الله كامل. قلت لكم عندي سيرفيس تاع الشباب هذاك الدوغي شريته عندي 4 سنوات، كل عام نتجبدو في شهر رمضان. ما رحت شريت سيرفيس هكذا غالي، ولا شريت الله يزيدني والله يرزقني. واش من واحد يشري حاجة لدارو نحسبوا هذا تبذير. الله عز وجل في السماء راه يجهز السماء والجنة ويزينها بمصابيح لشهر رمضان الكريم. على بالك بلي هذه الشعيرة العظيمة تاع شهر رمضان الكريم هي من ربي قال لنا وروا لوليداتكم باللي هذا الشهر ماهوش كيما الشهور اللي فاتوا، ماهوش كيما الاشهر اللي راهم جايين. هذا شهر الله كيما يقول لك المفضل، فهمتيني اختي؟ علاش ربي سبحانه قال لك المرأة التي تطعم صائم عندها أجر عظيم؟
اما لا درك هكذا ما نطيبوش، حنا نقعدوا نخلو دارنا مبروقه، نخلو دارنا ماهيش منقيه، ما نطيبوش، لا لا ناكلو غير نشربوا جغمه تاع ما وناكلو حنا خبز ونقعدوا ونقولوا لا لا رمضان ماشي هكذا. لا لا حبيبتي، الله قال لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اللي في جيبه كل يوم عيدو ياكل ويزيد ويصدق. وما تنساوش الجانب تاع الصدقه في هذا رمضان اللي كل واحد محتاج يصدق. انت ما كيش معايا انا واش راني ندير، انا مانيش معك واش راكي ديري، هذه اعمال تبقى بينك وبين مولاك. كل حاجه راكي ديريها بينك وبين مولاك. مثلا انا راني نقي مانيش نصلي، راهي بيني وبين مولايا. مثلا انت راكي تخدمي وراكي تنقي وتصلي ما كيش تصلي ما كيش تذكري، هذيك بينك وبين مولاك، هذيك حتى واحد ما يحاسبها لك. انا مانيش نروح نقول لك واش ندير واش ندير واش ندير بالتفصيل، انا نعطيكم غير رؤوس اقلام. بصح حياتي الشخصيه ولا واش راني ندير مانيش نقولها لكم بالتفصيل خياتي. انا ما عليا غير ننصحكم وتنصحوني، واي اخت تشوف فيا تنصحني نصيحتها تكون على العين والراس. ان شاء الله ربي يقوينا ويقدرنا. كنت درت لوليداتي شوفوا، درت لهم هذا النهار من قبل، درت لهم هذه لابيري، كنتو شتوني طلع لك خام فخاش بصله شويه تاع سكالوب مع لي زيبيس، ودرتها فوق البطاطا. من بعد نخلي البطاطا هذيك شتوني درت فيها مغرفه تاع الزبده، ودرت فيها شويه تاع المعدنوس. تقولوا لي اماني لابيري ما يديروش فيها المعدنوس، انا نبغي النكهه تاع المعدنوس، وكل وحده والاختيار تاعها. من بعد هذيك الصلصه البنات نزيد لها كاس تاع الماء، ونزيد لها مغرفه تاع هذيك البطاطا مع لاك خام فخاش هذيك، ونخليها تزيد تعقد لي شويه، قيس واحد دقيقتين ولا 3 هكذا تطبخ قد ما يطيب هذاك الماء. من بعد نطفي عليها، ندخل هذيك الغاتا تاعي للفور ولا هذه البطاطا. شوفوا البنات تجي بزاف بزاف بنينه. هذا كطبق تقدروا تضيفوه لوليداتكم، انا تخاطفوا عليها. شوفوا جاتهم احسن من لابيوري هذيك التقليديه اللي موالف نديروها ونطيبوا لها الصلصه وحدها ونخلوها غير هكاك ناشفه. كي تعاودي ترجعيها للفور تتقراتينا واش نقول لكم، وشوفوا لي هذيك الصلصه كيفاش جات تشهي خياتي، وشهيتكم في الجنه. ونتمنى تجربوا هذا الوصفه الشهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وثبتنا على طاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. من بعد خياتي رحت درت فيها دوش، على بالكم باللي هكذا كي تتعبي وكامل تدخلي لهذاك المطبخ اللي يقولوا لي اماني واش تستعملي لي برودوي. البنات انا ما نستعملش لي برودوي حاجه كبيره، عندي هذه شالين بزاف هايله ديودورو. ننصحكم البنات خياتي ما ديروش البارفان، ما ديروهاش فوق ديريكت اللحم تاعكم، ديروها فوق الملابس لانه مضره بالصحه جدا جدا. وانا نستعملها غير هكذا مرات، ماشي دائما، لانه يكفيني اني ندوش الله. هذاك هو الصح. كيكونوا الملابس تاعك نقيين وتكوني انت نقيه، هذاك هو الصح يا خياتي. ماشي هذوك المعطرات هما اللي راهم رايحين، ولا هذوك البرودوي هما اللي رايحين يحافظوا لنا على البشره تاعنا. هو الاكل الصحي اولا. قولوا لي اماني راكي حاطه كامل هذاك الحلويات وتقول الاكل الصحي. شوفوا الاكل الصحي ممارسه الرياضه، وتنحي الناس السلبيه من راسك وتطلعي الايجابيه راسك. صدقيني تحسي باللاج تاعك وليتي صغيره. دائما تقولوا لي اماني كنت تشكري في روحك، يشوفوني ما يعطونيش اللاج تاعي. هذه هي خياتي. من بعد لهنا جيت نشارك معكم المشتريات تاعي. واش شريت حاجه خفيفه ظريفه. شريت هذا اللد، شوفوا يشعل لون اصفر بزاف هايل، عجبني. كنت رايحه نديرو البنات في الصالون، عندي مشتريات تاع الصالون في مده. شوفوا قلت لكم ما تكلفوش رواحكم، انا ما شريتش حاجه كبيره غير للقناه هكذا. نبغي نجيب لكم حاجه جديده ولا حاجه تعجبني نبغي نشاركها مع خياتي، فهمتوني. ولكن عندي مشترياتي اللي شريتهم في سنوات، كل مره نشري حاجه. مثلا هذه المره شريت فانوس، المره الجايه لاحيانا ربي ان شاء الله الا كان للعمر بقيه نشري حاجه واحده اخرى كانت في خاطري، مثلا المبخره تكون شابه. قلت لكم روحوا غير بشويه. شريت هذا اللي تشوفوا شحال عجبني، رايح اللون تاعو. هذه الاضاءه الصفراء هي اللي راهي طوندونس ولا توالم بزاف. لهنايا شريت هذا الفانوس اللي عجبني بزاف بزاف. هذا الفانوس شوفوا منه ديكور، منه تستعملوه كصحن تحطوا فيه التمور هكذا فوق الطاوله تاعكم لشهر رمضان. درك تشوفوا خياتي لهنا، شوفوا تركبوا له هذا السنيوه تاعو، مم حتى تقدروا تحطوا فيها حلويات ولا معسلات. المهم انتي هذا الديكور خياتي يبقى اذواق كما دائما نقول لكم، كل وحده والذوق تاعها في البيت تاعها. مثلا انا نعطيك الفكره وانتي جسديها في حاجات واحده اخرى. هذا البنات شريته من عين دفله محذا اللي جاي حدا خير الدين اللي يبيع الماء عنه كامل، جاي حدا خير الدين اللي يعرفوا خير الدين صحاب عين دفله.
وتحيه كبيره كبيره لعفاف حبيبه قلبي من جندل ومتزوجه في الدويره. قالت لي تمني لي لوليدي النجاح. نقول لها حبوبه قلبي وادعوا له ينجح ان شاء الله، ربي ينجحه وتشوفيه في اعلى المراتب يا رب العالمين. شوفوا لي هذاك الفانوس شحال جا شباب، جا هايل وديكور. قلت ان شاء الله هكذا نحطوا له هنا فوق لاطابل درك تشوفوا، وندير فيه التمر ونغطيه هكذا بسيلوفان نخليه فما دائما. اللي يبغي ياكل كي نجو نكسروا المغرب يلقاه فما. واش رايكم فيه خياتي؟ اعطوني رايكم وخلوه لي في التعليقات. من بعد لهنا جبت الزينه تاعي اللي محتفظه بها في هذا الباطا اللي قلت لكم راهي في سنوات عندي. هذا الفانوس البنات والله ما شفيت شحال شريته، قلت لكم راهم في مده مام هذا نورمالمون شريته 300 الف ولا، وهذا اللي شريته جديد 350 الف ولا 250. هذا القديم اللي شريته له العام اللي فات. راني مازال لهنا ما ركبتلوش هذوك البطاريات تاعو وحطيته لهنا. قلت لكم جبت الزينه تاعي هذا الفيوز دونوي ولا هذه تحطيها هكذا فوق طاب دونوي ولا هذه دائما نحطها عند البنات تاعي. درك تشوفوا ندير لكم جوله وكيفاش خملت كامل الدار ورجعتها تشعل الشهر رمضان، ولا هنا نكون تهنيت كامل من الميناج تاع الدار. الحمد لله بقى لنا نستقبلوا رمضان كما قلت لكم روحانيا ومعنويا وماديا وجسديا وعقليا وكل شيء كل شيء كل شيء. وانا من النوع اللي يفرح برمضان بزاف بزاف، حتى وليداتي تلقايهم يا ماما وانت رمضان، يا ماما وانت رمضان، يا ماما وانت. وشوفوا البنات انا ماشي غير كيف فتحت القناه نعلق زينه رمضان. درك نقول لكم واش كنت نعلق في قبل كاع ما نفتح القناه. كنت نزين الدار تاعي بواحد الليلات كانوا عندي وراهم باقيين لي لحد الان. كانت اماني مازال كانت صغيره، اماني تقريبا كانت تقرا كترياماني هكذاك ولا. كنت نزين الدار تاعي قلت لكم نبغي هذه الاجواء. لهنا راني لصق في هذاك الهليلات والنجوم هذو. للامانه شريتهم 250 بصح قلت لكم راهم في سنوات من اللي عندي. كيما احنا نقولوا في سنوات وحاجه. شوفوا كتشروها تكون كاليتي تاعها شابه راح تضاين معاكم اطول مده ممكنه. ودرت لهنا الركن الخاص بالصلاه هكذا باش نلقاو وين نصلوا. بطبيعه الحال انايا دايره في لاشومبر تاعي تنصلي اللي كنت كيما شفتوني، ودايره عند البنات تاعي هكذا باش كي اذن المغرب كل واحد وين يلقى يصلي. البنات يصلوا في شومبرتهم، انا نصلي في شومبرتي، واحد يصلي لهنا في الصالون هكذا باش ما يبداش هذاك الاكتظاظ. حاولوا تجهزوا فوسكم. واللي كان عنده لتساع وعلى هلاله يدير ركن خاص بالصلاه ويفرش فيه صليات ويصلوا كامل جماعه. انا الزوج تاعي الجامع قريب حدنا يصلي في الجامع، ما يفوتلوش هذاك الفرض تاعو في الجامع. الحمد لله على بها نصلي انا ووليداتي انا والبنات تاعي لهنا في الدار كل وحده وين تصلي. حطيت هذه الهلالات اللي كنت شاركتهم معكم العام اللي فات. لكم مهتمين نحط لكم رابط الفيديو اللي بغات تخدم هلال الشهر رمضان. ها صنع منزلي بحاجات بسيطه وانت زينتي هذاك الدار تاعك. مش شرط تشري بحاجه تكون غاليه من الكرتون ورق المطبخ، وانت جهزتي ودرتي حاجه تفرحي بها وليداتك. وشحال من اخت خدمته العام اللي فات وقالت لي يا ام اماني وليداتي فرحوا به بزاف بزاف. جبت هذه المخدات ما خيتش السنتان خياتي. شوفوا غير هذوك القدم تاعي العام اللي فات حطيتهم وزينت الدار تاعي وفرحت بها بزاف بزاف. مام حتى وليداتي قالوا لي يا ماما ريحه النقا راهي تشم من برا. مام حتى الاخ تاعي كي كنت ندير في الميناج قال لي ريحه النقا راني نشم فيها حتى للباب البراني. هذا هو الهدف. احنا كمسلمين ربي خلق لنا النظافه وقال لك ان النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. الحمد لله على نعمه الاسلام. الانسان يحمد ربي على النعمه تاع الاسلام اكثر واكثر اكثر اللي ربي خلقنا مسلمين. خطرات يقولوا لي يا ماما احنا كون ما جيناش مسلمين، نقول لهم دائما نقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام. يبداو يسقسوا فيا على الديانات. احنا شحال عندنا من ديانه، نقول لهم ما تحوسوش تعرفوا كي تكبروا انتم تعرفوا كي تقراوا وراكم رايحين تتعلموا. ما نحبش نتعمق لهم في حاجه، نركز لهم اكثر واكثر على الدين تاعنا من صلاة وصيام. وقولوا لي خياتي واش من الله بديتوا لوليداتكم الصيام؟ انا شوفوا خياتي تقريبا وليداتي ضا في عمره 12 سنه. كي كانت في عمره 10 سنين كان يصوم لي رمضان شهر كامل. كان يجي في السخانه كي نقول له فطر ما يبغيش يفطر. وعندي خالتي نتيجتي في اللاج وعندها وليداتها صدقوني بنتها كانت مامبا ما دخلتش تقرا، صامت شهر رمضان كاملا.
لهنا شوفوا خياتي جيت ندير معكم هذا الديكور شهر رمضان اللي حبيت هكذا دير تزيين تاع الشموع ولا تزين. قلت لكم بحاجات بسيطه، روحي شري هذوك الشموع، هذوك الرخاص كامل. جيبي هذا البابي اللي يكون مكتوب فيه شهر رمضان، نحي له غير هذيك القشره، هذيك الرقيقه كامل. جيبي المكوات تاعك وبداي تكوي غير بشويه هكذا من الفوق، وهذاك الشمع راه يذوب بصح ما تخليش في مكان واحد. شوفوا كيفاش يلصق لك وتجي ديكور من اروع ما يكون. انا هكذا نبغي نشارك معكم هذا الحرف ولا هذه التدابير الصغيره ولا هذا التزيين ولا هذا الديكور الخفيف. هذا الطابيات كنت شريتهم من عند خير الدين، شريتهم 140,000 وهكذا. قلت نديرهم من لهنايا قدام الباب. قلت لكم رمضان نبغوا نشروا له لو كان حاجه صغيره نزينوا بها البيت تاعنا. ولا هنا ندير لكم الجوله في المنزل تاعي، ان شاء الله تعجبكم. لهنا شوفوا كيفاش درت هذاك اللادج. بناتي لهنا هما اللي زينوها لي، قالوا لي يا ماما خليها انت زينتي لنا، وريتي لنا كيفاش نزينوا الصالون وزينتي لنا لا شومبر تاعنا، خلينا احنا نزينوا لك الشومبر تاعك. والله ما بغيت نبدلو يا خياتي. علاش؟ لانه باه نعطي لهم هذيك باه نفرح وما يفرحوا. تعطيهم هذاك، مش كي تقول لهم لا ما عجبتنيش ولا لا علاش درتوا لي هكذا، لا خليهم هما ثاني يحطوا اللمسه تاعهم. وقالوا لي يا ماما عجبت. قلت لهم حاجه باينه عجبتني، ما نحبش نكسر بخاطر بناتي، اياكم وكسر الخواطر. والبنات اللي سقساوني على لي جوتي خياتي شريتهم نورمالمون هذوك زوج شريتهم ب50,000. وهذا هذا البلاد اللي راكم تشوفوا فيه كنت شريته غير 100,000. اللي هنا شوفوا لا شومبر تاع البنات. هذو ولاد البنات اللي راني دايرتهم، هذو اللي شريتهم اول مره بديت نديكوري شهر رمضان. سورتو البنات كنت انا مقابلني للجامع نشوف كيفاش يحطوا له هذيك الزينه وكامل. شغل نتمنى ندير هذه الاجواء الرمضانيه الجميله، ونتمنى منكم تزينوا هكذا الغرف تاع وليداتكم بحاجات بسيطه. شوفوا بنتي وين جابت هذيك تاع لي زيطاجير حطتها لهنايا، جات توب. سقسوني وبزاف اخوات قالوا لي اماني حولي البون، كنت حولته كيما شفتوا وجات صح الشومبره جات هائله. لهنا شحلت كامل هذوك الفوانيس ودرت لكم جوله في الصالون. وواحد الاخت كانت سقستني على هذيك لومبادير، هذيك الكبيره اللي في الصالون. نقول لها حبيبه قلبي شوفي راه من عند عبد السلام جاي في البرارك، فما اللي يبيع لا ديكوراسيون. ولكن الباجا والله يا اختي لا راحت لي، ماشي انا كومونديتهم. قلت لكم في الفيديو، كنت ترجعي الفيديو اللي شريت فيه اللومبا هذه تاع الصالون. قلت لك بنتي هي اللي كومونداتهم وراحت لها هذيك الباجا. راني رايح كي نلقاها ما عندي حتى مانع انه نحطها لك، وتعرفوني باللي انا ما نخبي عليكم حتى حاجه. اسمحي لي اختي، لا راكي تشوفي في الفيديو نقول لك اسمحي لي والله العظيم، غير من اللي قلتي لي وراكي دائما تبعثي لي راني نحوس على هذيك الباجا. سبحان الله والله ما لقيتها، ولا كي من عين دفله. قلت لك تلقايهم عند عبد السلام اللي في البرارك. المهم تلقايهم في الماكينه راهم باغتو. دايره ثان 350,000، ماهوش كيما شريتها انايا من الموقع، كيما يبيعهم هو. هذه اللي كتشوفي فيها اللومبادا بزاف راهي تسقسيني عليها هذه الاخت. نقول لها حبيبه قلبي اسمحي لي والله غير راحت لي لاباج تاعها. نتمنى تعطوني رايكم في التزيين تاع رمضان، اسكو اللي عجبكم ولا ما عجبكمش، وخلوا لي تعليقاتكم راني رايح نقراهم كامل. وعذروني اللي ما رديتش لانه في هذه السمانه كنت مشغوله شويه، ما رديتش على تعاليقكم كامل كيما على بالكم. كنت دائما كل مره نروح نشري لواحد من وليداتي ملابس العيد. قالوا لي اماني ديرك جبتي لنا العيد يجري. نقول لك حبوبات قلبي انا ما نجمش نخرج تكون سخانه ولا نخرج فيها وندور باش نشري لوليداتي العيد، وكل واحد والظروف تاعو، كل واحد يمشي على حساب صحته خياتي، كل وحده تمشي على حساب صحتها. دونك انا ما نقدرش نخرج كي تكون سخانه بزاف ونكون صايمه، ما نقدرش، فهمتوني خياتي، ما نقدرش ما نجمش نخرج في السخانه. هذه هي اللي هنا يشوفوا بخرت بهذا هذا البخور اللي كانت جابتوا لي حبيبه قلبي فيروز. هي فاميلا تاع مرت خويا، جابتوا لي من السعوديه. نقول لها شكرا لك.
ودرت لكم جولة في المطبخ، كم شفتوا كيفاش عاودت نظمته كامل. إن شاء الله يدخل علينا رمضان بصحة وسلام يا رب العالمين، ودائما تكونوا مهنيين في ديوركم. وهذا هو آخر فيديو إن شاء الله تعالى. لهنا لحقت معكم النهاية تاع الفيديو. نتمنى لكم رمضان مبارك، وإن شاء الله تصوموه بالصحة والستر، وإن شاء الله ربي يلقينا غير في الخير. إلا كان العمر بقية إن شاء الله نتلاقاو في شهر رمضان المبارك. لهنا لحقت معكم للنهاية. اللي كانت لحقت معايا لهنا ما تنساش أماني بجيم وبارطاج للقناة. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.